بيكون مستنيه في الشارع والجو بيمطر بشدة. بتيجي بنت صغيرة مش معاها شمسية تحميها من المطر، فبيسلمها دونج الشمسية بتاعته وبيقف هو تحت المطر. وفي الوقت ده بيوصل تاي وبيستغرب من تصرف دونج، خصوصا انه راجل عصابات وما عندوش رحمة. وبيروحوا هما الاتنين الكافيه وبيتقابلوا مع باقي افراد العصابة وبيستمتعوا بوقتهم. وفجأة بيشوفوا خبر في التلفزيون عن قتل بنت صغيرة بطريقة وحشية. وبيلاحظ دونج وتاي الشمسية اللي دونج اداها للبنت من شوية، وبيعرفوا ان المجرم قتلها. فبيتعصبوا جدا وبيؤمر دونج كل رجالته بانهم يروحوا يدوروا على المجرم في محيط الطريق اللي حصل فيه حادثة البنت. وفعلا بيقدروا يعرفوا انه مستخبي في فندق، فبيروحوا كلهم يعملوا له كمين علشان يمسكوه. ولما المجرم بيرجع بيلاحظ وجودهم، فبيهرب من المكان بسرعة وهم بيفضلوا يطاردوه. وفي النهاية بيقدر دونج انه يمسكه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيفقد الوعي. وبيتصل بتاعي عشان يفكروا باتفاقهم وبيعرفوا انه طالما هو اللي مسك المجرم قبله يبقى ليه الحق في انه يتصرف معاه. وبياخدوا دونج وبيروح للمقر بتاعه وبيعذب فيه. بس المجرم مش بيبقى حاسس بحاجة، بيفضل